قلت شو بدي اعمل اليوم اكل. انتوا عارفين انه احنا في غزة بدنا نخترع اكل عشان نقضي هذا اليوم. فما في عنا كل شيء متوفر، فرحت على المطبخ فكان عندي توم وفلفل، فقلت بدي استغل التوم والفلفل واشوف ايش بدي اعمل فيهم. حطيتهم بالطنجرة مع الزيت وحركتهم بهذا الشكل، وضفت عليهم معجون الطماطم وحركتهم مع بعض. وضفت ماجي عشان يعطي للأكلة طعم أطيب، وكمان شطة حتى يكون شوي حار. بنكه الأكل بيعطي طعم أطيب مع اللي احنا بنعمله، حركناه مع بعض. وبعدين في عندي هون حمص معلبات، احنا بغزة عنا المعلبات بنستغلها في اختراع الأكل عنا، فبنستخدم هاي المعلبات. فاستخدمت الحمص وحطيته مع الخليط ومزجته كله مع بعض. وبعدين ضفت عليهم مي مغلية، مش كتير، حوالي مج ونص من المي. وطبعا بعد ما خليته يغلي على نار عالية فغطيت الطنجرة وتركته على نار هادية حتى يمتزج الصوص كله مع بعض. وطبعا احنا عندنا الحمص هنا مستوي لانه معلبات كل شي جاهز مستوي، فما اخذ معي وقت. فكان عندي المتوفر اللي هو الباذنجان في البيت، فقلت من خلال هذا الباذنجان راح استغل واعمل هذا الصوص واحطه على الباذنجان. طبعا انا بالاول قليت الباذنجان وجهزته، وبعدين عملت هذا الصوص وحطيته عليه. وهي الأكلة احنا بنسميها أكلة المسقعة، بس كنا نحط عليها اللحمة، احنا كنا ناكلها المسقعة باللحمة المفرومة، بس مش متوفرة عنا في غزة حاليا اللحمة. فاستخدمنا هاي المكونات ومنه اخترعنا الأكل وعملناه من غير لحمة. هلا بعد ما ضفت عليه الباذنجان، طبعا انا كل شيء عندي هان مستوي، فعشان اخلي الصوص مع الباذنجان ياخد مع بعضه بغطيه وبتركه على النار، بعليه على نار متوسطة وبخليه براحته من 5 دقايق ل 10 دقايق، بتكون كل شيء الأكلة تمام وصارت جاهزة للتقديم للأكل. وصحة وعافية على قلوبكم، وإن شاء الله رب تكون عجبتكم اليوم الأكلة. هلا أنا بستودعكم، فانتظروني بفيديو جديد، ومع السلامة.